ساعة. تقولي طب احنا نعمل ايه؟ سهل جدا. في رئيس جمهورية محترم مذكرة بنمضي عليها، ابعد وزير الشباب عن نادي الزمالك. جمعية عمومية تنتخب، جمعية عمومية تمشي. لا قاضي يمشي، قاضي انا شاطب عضويته هو اللي بيمشيني، وقاضي تاني شاطب عضويته هو اللي يديني سنة سجن. ايه الفوضى دي؟ دي فوضى. اللي جابنا مين؟ ده القانون اللي بيقول اللي بيسقط العضوية عن رئيس النادي ومجلس الإدارة الجمعية العمومية اللي جابتهم. لا قاضي ولا 10 ولا 20. ايوه انتوا الجمعية العمومية. ومحدش، انا عمري ما قلت لحد انتخبني. انا من 92 عضو مجلس إدارة، انا رئيس النادي الوحيد في الدنيا دي كلها ال4 دورات و5 دورات. من كنتوا؟ انتوا اللي بتنجحوا القايمة بالكامل. انما القانون بيقول ايه؟ اللي يسقط العضوية جمعية عمومية غير عادية. لا، انا هسقط العضوية. طب والقانون طز. اللي يجيبه يسقط مين؟ جمعية عمومية. انا الجمعية العمومية. انت مش جمعية عمومية. لا اشرف، انت مش جمعية عمومية. انت عضو في النادي زي اي عضو، وتتشطب زي اي عضو لما تغلط. انما عزل، حبس، تجميد، هو في ايه؟ انا مش فاهم. فانتوا مشكلتكم انتوا. انا ما عنديش مشكله خالص نهائي. واقسم بالله مراتي فرحانه، واولادي فرحانين، واحفادي فرحانين تمام باللي بيحصل ده. بينوبنا ايه من 92 غير البهدله والشتيمه؟ اسكتكم اول مره وتاني مره واقول ما بنطلبش نطلع الشارع عشان دي بلدنا. ممكن اي حد يندس وسطنا ويعمل مشكله للبلد كلها. في البلد ظروف كلها زي ما شايفين. السودان مولعه، ما هي مولعه ما احنا شايفينها، وليبيا واليمن والعراق وسوريا. احنا مش بنقول كده بنخوف الناس، لا احنا خايفين على بلدنا. تاني خايفين على بلدنا. وبعدين ما احنا شفنا جمهور الاهلي الماتش اللي فات ده، الفاظ ايه ده؟ مش عارف ايه التخين في ايه ده؟ محدش بيحاسب. انما المحاسبه ليا انا. بتحدى اللي عملوا انتخابات تاني، اللي عملوا انتخابات مجلس النواب 2020 يفتحوا الصناديق قدام مصر. طالع الاول على الجمهوريه للمره الثانيه، قال لك لا انت السابع على مدغام واسال. ومع ذلك عشان بلدنا بنصبر وبنسكت وبنصبر، البلد مش ناقصه. فانتوا المسؤولين. انا بقول اهو جبت يومين، انا ما مشيتش ليله العيد بالليل وطمنت على كله، راح الحمد لله صلى صلاه العيد وكله تمام، روحت. وسبت لكم اليومين دول نص الموجودين مش اعضاء. اللي باب اتفتح التاني وفي بوابات هنا باعوا النادي. قلت تاني نص اللي موجودين مش اعضاء في النادي. كنا عاملين انضباط، اللي عايز يخش ياخد تصريح. اسهل حاجه عندي اريح نفسي في بيتي.